السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. النهاردة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، طبعا دول أكبر بنكين حكوميين في مصر، أعلنوا عن خفض الفايدة على، ما تخافش مش الجنيه، الشهادات اللي بالجنيه لسه ما فيش خفض الفايدة عليها، لكن النهاردة البنكين أعلنوا عن خفض الفايدة على شهادات الادخار اللي بالدولار. وفي نفس الوقت بنك مصر أعلن عن خفض الفايدة على حسابات التوفير اللي بالدولار برضو. طيب نتكلم الأول على شهادات الادخار. البنكين النهاردة طلعوا بيان وقالوا احنا خفضنا الفايدة على شهادات الادخار اللي هي مدتها 3 سنين نص في المية. لو حضرتك بتاخد العائد شهري ربع سنوي في نوعين من الشهادات في بنك مصر والبنك الأهلي المصري خاصين بالدولار اللي هي مدتهم 3 سنين. النوع الأول ده حضرتك بتاخد العائد كل 3 شهور بالدولار. هنا العائد خفض الفايدة عليه النهاردة البنكين نص في المية، بقى 5.5% بدل 6%. طيب النوع التاني برضو شهادات لمدة 3 سنين، لكن بتاخد العائد مقدما وبالجنيه مش بالدولار، وبتاخده مقدما. هنا الفايدة نزلت عليه برضو، بقت 7.5% بدل 8%، يعني نزلت نص في المية. طبعا الشهادات دي كان عملها البنك الأهلي المصري وبنك مصر بما ان هما الذراعين بتوع البنك المركزي المصري لما حصل أزمة الدولار عندنا وما كانش فيه دولار أو كان فيه نقص كبير في الدولار، فعملوا الشهادات دي عشان يشجعوا الناس إن هي تحوش في البنوك، تحط فلوسها في البنوك وتستفيد وتاخد فايدة عليها. وجمعت مبلغ كويس ساعتها برضو أو رقم كويس، لكن لما حصل اكتفاء إلى حد ما من الدولار، أو يعني خلاص يعني الأموال الساخنة رجعت تاني والصادرات زادت شوية بدأوا البنكين يخفضوا سعر الفايدة على الشهادات دي. فالنهاردة التخفيض اللي حصل ده التخفيض الثالث اللي عمله البنكين في 6 شهور. يعني في تخفيضين حصلوا قبل كده خلال 6 شهور، والنهاردة ده التخفيض الثالث. ده ليه؟ لأن احنا شايفين يعني الأموال الساخنة كل يوم بنقرأ إن في أموال ساخنة داخلة تاني مصر، وعارف إن أنت ضدها وأنا ضدها وكلنا ضدها، بس ده واقع، هو ده الواقع. يعني في اموال ساخنه دخلت مصر، عشان كده تلاقي الدولار مستقر النهارده او اليومين دول شويه في البنوك. النهارده سجل في نهايه التعاملات 50 جنيه و52 قرش في البنك الاهلي المصري. لو حضرتك هتشتري من البنك، لو هتبيع للبنك هتبيع له 50 جنيه و42 قرش. زائد طبعا الاتجاه ماشي في سكه برضه خفض فايده في بنوك في الفدرالي الامريكي وبنوك مركزيه عالميه. طيب نتكلم بقى عن حسابات التوفير اللي هي بالدولار في بنك مصر. بنك مصر اعلن النهارده برضو خفض سعر الفايده على حسابات التوفير اللي بالدولار لتصل لكام بقى؟ بقت كام بعد الخفض؟ بقت 1.717%، ده بالنسبه للعائد الشهري، و2 علامة 017% ده للعائد السنوي. ده بقى وفقا لشرايح المبلغ اللي حضرتك حاطه. انت حاطط كام دولار، فيحسبوا لك عليه انت تبع انهي شريحه وتاخد الفايده عليه. يعني الفايدة الشهرية على الحساب بالدولار ده في بنك مصر، كل الكلام ده بتبدأ من 1.317% وحتى 2.656% سنويا حسب الشريحة بتاعتك. بالنسبة لدورية صرف العائد ربع سنوي بتتراوح الفايدة ما بين 1.417% وحتى 1.817%. كمان البنك خفض الفايدة على دورية الصرف اللي هي النصف سنوية، الناس اللي بتاخد العائد بتاعها كل 6 شهور، أصبحت بتتراوح بين 1.517% وحتى 1.917%. فيما تتراوح أسعار الفائدة لدورية الصرف السنوية اللي هي بقى كل سنة بقت كام؟ بقت 1.617% و2.017%. الارقام اللي قلتها لحضرتك دي بعد الخفض، بعد ما البنك خفض الفايده النهارده. ربنا يكتب الخير لمصر والمصريين، وتقبلهم تحياتي سمير طنطاوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.